السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة توفير التوفير، تبان فيها صارفة ومكلفة وانتي اصلا عاملاها عشان تزقي بيها اخر الشهر. الصواني بقى محمر ومشمر، يبان عليها كده الفخامة والصرف. هقولك على الوصفة النهاردة وهقولك ازاي تطلعي كل يوم وصفة كاملة ومميزة وفيها لحوم كمان. واول حاجة هستخدمها في وصفة النهاردة وهي التوابل، وهو هستخدم ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا ورشة صغيرة من السكر وزعتر وروزماري وحبهان وبهارات فراخ وجنزبيل. تقدري تكفي بملح وفلفل وكمون بس هتبقى زي العسل. معايا طماطمايه وبصلايه واربع فصوص توم وكوبايه من اللبن الرايب او الزبادي. هنزل باللبن الرايب وبعديها فرمت الطماطم مع البصل وصفتهم وخدت العصير بتاعهم بس، وعصرت الليمونه. وهنزل بالتوابل بتاعتي واقلب، وهو دي بس التتبيله بتاعتي اللي هستخدمها النهارده. لو التوابل دي كلها مش متوفرة تقدري تستخدمي الصنفين العاديين خالص بتوع اي بيت اللي هما ملح وفلفل بس. رشة صغيرة من ال وكمان رشة صغيرة خالص من الزيت. وهنزل فيها ب دبابيس فراخ. دول كانوا معايا دبوسين فراخ بس، والباقي كله أجنحة. وقدرت اوفر الكمية دي ازاي؟ هو ان كل مرة بتجيبي فيها فراخ، اما بتجيبي بتاعة اول الشهر كله، يعني الموظفين بيجيبوا اول الشهر على بعضه، فما بعملش فرخة على بعضيها، انا بشيل الاجنحة. بتقسمي وراك وصدور على حسب الوصفات اللي هتشتغلي بيها طول الشهر. بتيجي في يوم بتعملي مثلا من الصدور شيش، او بتعملي منها صواني انت حباها. المهم بتجمعي كمية كبيرة قوي من الاجنحة زي الوصفة دي كده النهاردة. بتعملي بيها ما شاء الله غدا ممتاز، ومن أجنحة مجمعاها أصلا من فرخة كده كده انت شاريها. حتى لو بتشتري فراخ فرداني، كل مرة بجيب فرخة بشيل الأجنحة. جمعي بيها آخر الشهر غدوة كاملة بدل ما بتعملي فرخة على بعضيها. سبتها في التتبيلة أقل حاجة ساعتين أو ليلة كاملة، وبعد كده رصيتها ترصيها في صينية على طول وتدخليها الفرن، او تحطيها على شبكة الشوي كده في الشواية. وبرضو اما تدخليها الفرن بالشكل اللي قدامك ده، او تشويها على الفحم بالطريقة اللي تحبيها او زي ما تحبي. بالنسبة لي كان متوفر وقتها ان في فحم، واشتغلت بالفحم على طول. وفي الغالب دايما بعملها في فرن البوتاجاز على طول. وفي الوقت اللي كانت بتستوي فيه الأجنحة، ضفت هنا كوبايتين من المرقة او من الشوربة. تقدري تستبدليهم بمية متدوب فيها مكعب مرق الدجاج، عليها معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت. وهضيف التوابل بتاعتي، وهي كانت سكر وملح وفلفل وكاري او كركم الصنف اللي تحبيه. والبهارات الصحيحة معايا كان روزماري وحبهان. نزلتهم في المصفى اللي هي بتاعت التوابل والاعشاب دي علشان ما يضيعوش في قلب الرز مش لطاف. ودايما الحبهان يجي مع جوزي، مش عارفة ليه يعني، قصده هو ومتحديني انا شخصيا. عليهم بكوبايتين من الرز المصري المغسول عادي. بسيب الرز على ما يتشرب واوطي عليه، واكون مجهزة مكعبات من البصل ومكعبات من فلفل الوان. تقدري تضيفي اي نوع خضار بتحبيه. وقبل ميعاد السوا بحوالي 5 دقايق بس بكون منزلاه على وش الرز. يدي الرز طعم رائع وبيستوي على بخار الرز. انا مش ببقى محتاجة الخضار اللي معايا ده يستوي للاخر، انا ببقى محتاجاه ياخد قطمة بسيطة كده عشان يحتفظ بطعم السكر اللي جواه. وقبل ما بنزل بالخضار بكون مدوبة ربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران او اللي هو اللون الاصفر بتاع العطار، بدوبه في فنجان من المية وانزل بيه على وش الرز وما بقلبش خالص دلوقتي. بعد كده بنزل بالخضار ده علشان يبقى معايا الرز حبة وحبة، يعني واحدة صفرة وواحدة بلون الرز الطبيعي. الرز اصلا طبيعي عشان البهارات اللي احنا ضايفينها، فبالتالي بيكون اصلا لونه مبهر. وحبات تانية بتكون صفرة. اول ما الرز بياخد السوا بتاعه ببدأ اغرفه واخلي الخضار يبقى ظاهر على الوش. برصها رصة مشاوي محترمة كده، وتبان صينية فخمة من عند احلى محلات المشاوي. الشكل والتقديم بيفرق، ورصة الصينية بتفرق في الشكل. جنبها طبق سلطة الطحينة وسلطة خضراء.
العين بتاكل قبل البق، فما شاء الله الشكل بيبقى جميل، وانتي ما كلفتيش نفسك. هي وصفة متجمعة من الشهر، بتسد معاكي وبتبقى جدعة معاكي. كده وصفة النهاردة خلصت، ولو شايفة انك استفدتي من الفيديو ولو بمعلومة، ادعمي المحتوى بلايك، واعملي متابعة واشتراك علشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.